السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا صباح الخير على اخواتنا وحبايبنا ومتابعينا جوه مصر وخارج مصر. سموا بالله وصلوا على رسول الله حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. طبعا الفيديو من عند الفراخ البيضاء وانتم شايفين الموضوع خف. انتوا عارفين انا لكم من امبارح ان انا عندي 35 فرخه، وكنت متفقه ان انا هذبح 15 بس اعملهم بانيه. خدت 20 بعد ما نزلت ال 17 واحده، رجعت جبت كمان 3 بقوا 20. عملنا واحده بس نسلقها، وعملنا ال 19 كلهم بانيه. وطبعا الفيديو هينزل لكم النهارده بامر الله بعد الفيديو ده، يعني بعد الفيديو ده حوالي على الساعه 1 الظهر كده ان شاء الله الفيديو هينزل لكم بتاع الفراخ اللي وانا رايحه اوديها. لكن فيديو الذبح ان شاء الله بامر الله هينزل لكم يوم الجمعه. جعلها جمعه مباركه علينا وعليكم يا رب. فيديو بقى الذبح وازاي ظبطنا الفراخ والفراخ ايه نظامها وطريقه التخزين ازاي. المهم احنا بس التجهيزات هتنزل لكم بالفراخ وهي خارجه بذبحنا عملنا وان شاء الله بكره الجمعه على جمعه مباركه عليكم يا رب هننزل لكم الفيديو بالذبح بكل حاجه وعملنا وظبطنا ازاي وخزنا ازاي. طبعا انتوا عارفين زي ما قلت لكم بقول تاني عشان الناس اللي داخله القناه جديد، 35 فرخه اللي كانوا متبقيين خرجنا 3 بس للناس المستحقيه لوجه الله، ورجعت واحده تاني النهارده، خرجت 4 بس من الفراخ ماشي. وعندي 4 ولا 5 ماتوا، يعني في 3 كده ماتوا هم كتاكيت، و2 ماتوا سبحان الله وهم كبار. زي ما قلت لكم واحده اتزنقت بين الصندوقين وواحده اتزنقت هناك كده بين الارضيه البلاستيك. المهم الحمد لله. وطبعا ذبحنا لنا برضو قبل كده يعني الحمد لله. المهم هم ال 50 نقول 5 ماتوا وكانوا 45، ودينا اللي خرجناه وذبحنا لنا ذبحناه وبقى 35. ذبحنا 20 كده متبقي عندنا 15 فرخه. طبعا لسه فيش نص شكاره علف. طبعا وقت ما تخلص خلصت على السبت خلصت على الحد هيكون جزء الفراخ اللي انا سايباها دي اتظبطت. وعايزه اقول لكم اللي انا سايباها دي مش فراخ صغيره، 15 فرخه اللي انا سايباهم دول اللهم بارك اللهم صل على النبي ما شاء الله ولا قوه الا بالله. مش فراخ صغيره، ده فراخ داخله على الثلاثات، فراخ داخله على 3 كيلو، وفي فراخ داخل 2900 وفي فراخ 2700 2800 برضو. هنوزن يوم ما نخرج شويه الفراخ اللي باقيين عندنا دول يعني بسم الله ما شاء الله هنخرجهم هنوزنهم. قبل ما نخرجهم هنوزن برضو ونشوف الميزان بتاعهم وصل لغايه فين. هم بقى دوم اللي انا سايباهم اظبط الوزن بتاعهم، وكمان اخف الضغط على نفسي. خلصت موضوع البانيه كده قفلنا بابه، لانه طبعا عايزه اقول لكم انه بياخد وقت. حتى لو انا بعمله في بيتي بياخد وقت، حتى لو عندي بتاع الفراخ بياخد وقت. طبعا عقبال ما بنخلي وبنظبط موال ماشي. فالفراخ هتتذبح دي للسليق، هتعملي في الفرن، هتسلقي، هتتبلي فرخه تشويها مثلا. الحاجات دي كلها بتتذبح وتتشيك عليها وخلاص كده تتنقع وتتشطف وخلاص. لكن البانيه بياخد وقت شويه في كل حاجه. فالفراخ عايزه اقول لكم ان انا سايباها مش صغيره، الفراخ برده كبيره، بس اهم حاجه الاول نشوف الفضلات اهي. اعزكم الله النهارده عمر 42 يوم، عمر الفراخ 42 يوم. نعدي كده جوه يمكن نلاقي حاجه اهو. لسه فرخه اهو حالا اهي. عدي كده تاني اهو مكان برده فضلات، باقيه فضلات اهي. يعني الحمد لله نقول ان الفضلات كويسه بتاعه الفراخ. يعني شوف بقى احنا فاضل لنا مثلا يومين 3 ونذبح، وبرده انا باكد معاكم على الفضلات رغم ان الفراخ عمر كبير 42 يوم النهارده، بس باكد معاكم على الفضلات. طبعا احنا كنا حاطين عسل، بس بقى نشيل ده كله وهنحط خميره فوريه. على السقايتين، وان كان العلافات عايزه علف هنزودها مع سن الفول. طبعا عايزه اقول لكم ان سن الفول ده سحر، يعني ما شاء الله. وانا بذبح الفراخ النهارده قسما بالله الست اللي بتذبح لي بقت تقول بسم الله ما شاء الله اللهم صل على النبي، بسم الله ما شاء الله. ما بقتش مش قادره تشيل الفراخ، تقول لي بقت سمت وصلت على النبي دي كذا مره، ومش بسم الله ما شاء الله ولا قوه الا بالله الله اكبر. كل ما تيجي تذبح الفراخ بسم الله ما شاء الله. الفراخ النهارده كانت 3 ونص 3 وربع، في فرخه 4 الا 200، في فرخه 4 الا 200، في فرخه 4 الا ربع. يعني عايزه اقول لكم الفراخ كانت ما شاء الله النهارده تفرح كده. فالحمد لله سطرنا برضو بيتنا ولسه برضو موجود. بس عارفين بقى انا واقعه في مشكله دلوقتي،
هقول لكم عليها، مش مشكله ولا حاجه وربنا هيدبرها. عايزه اقول لكم ال 20 فرخه اللي انا ذبحتهم الديب فريزر اللي انا وريته لكم، بسم الله ما شاء الله، اللي انا هوريه لكم او يعني ممكن ينزل لكم الفيديو ده. اللهم صل عليك يا نبي. بعد ده ما انا قلت لكم يا جماعه الفيديو ده اللي انا بتكلم عليه ده ينزل لكم بعد ده ينزل على الساعه 10، التاني ينزل على الساعه 1. عايزه اقول لكم بعد ما خلصت الفراخ كده وخزنت، عايزه اقول لكم ان درجين اللي اتفضلوا بس من 20 فرخه، درجين اللي اتبقوا عندي بس من 6 دراهم. فلسه 15 فرخه، فانا ممكن احتمال بقى اجيب الفرخه بنص كده واخزنها بس نصين عشان بس المكان اللي عندي، ومش عارفه اما اجي اعمل صلصه رمضان كل سنه وانتم طيبين، اجيب طماطم واعمل صلصه اوديها فين بصراحه. يعني ربنا المستعان، الواحد عايز يجيب كمان دي فليزر، فربنا المستعان بقى. الحمد لله ربنا هيدبرها ان شاء الله. فبسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. زي ما انتم شايفين اهو فراخ بسم الله ما شاء الله، صفصفوا على ال 15 فرخه دول وكل حاجه. وهرجع تاني اقول هتنزل يعني الفيديو نزل لكم بكل حاجه. نزلت الفراخ الاسطبل، وديت الفراخ للذبح، احنا هنذبح ايه، هنعمل ايه، كل حاجه معاكم. غير فيديو الذبح، خليها فيديو الذبح لوحده عشان الفيديوهات تبقى الناس تفهم وتعرف تستوعب من الفيديو، ما يبقاش الفيديو كبير. يعني هيبقى مثلا 20 30 دقيقه، نص ساعه، هيبقى كتير على المتابعين. انا عايزه الناس اللي بتذبح تشوف انا بعمل ايه بالظبط. بس مش ممكن يكون الفيديو 10 دقائق ربع ساعه بس تستفيدوا منه. خليت فيديو الذبح لوحده عشان الفيديو مهم، وفي خطوات انا عاملاها قبل الذبح الناس تعرف انا عامله ايه. في ناس بتبقى لسه مبتدئه في تربيه الفراخ، في عرايس بتبقى لسه متجوزه جديد. طبعا الكلام ده للناس اللي لسه مبتدئه في تربيه الفراخ. العرايس اللي متجوزه جديد وقاعده لوحدها في بيت وبتحب تربيه الطيور تبقى عارفه هتتصرف ازاي او تعمل ايه. طبعا اللي زي كده في سني والناس اللي شاطره زي في تربيه الفراخ، طبعا الكلام ده هم عارفينه كويس، بس احنا بنتكلم عن الناس المبتدئه او العرايس اللي هتتجوز او اللي لسه متجوزه كده، تعرف احنا بنتصرف ازاي. يعني مش بعلم اللي من دوري، لا، في ناس كتير شاطره وفي متابعين كتير احنا بنستفاد منهم من تعليقاتهم وبينصحونا، سواء في فيديوهات الحمام، في الفراخ البيضاء، في كل حاجه احنا بنستفاد. لو بمعلومه احنا بنستفاد من المتابعين زي ما المتابع بيستفاد مننا، احنا برضو سبحان الله بنيجي في وقت نستفاد منه. يعني احنا كلنا كده بنكمل بعض يا جماعه، اللي عنده معلومه بيقولها، انت بتستفادي مني وانا بستفاد منك، ودي مش عيب، دي مش عيب يا جماعه. صاحب القناه يستفاد، دي مش عيب. الدكتور بيعيا، الدكتور ذات نفسه بيعيا، فعادي كلنا بنستفاد من بعض. انا مش يعني واو قوي، يعني انا زيكم برضو بغلط والفراخ ساعات بتموت عندي وساعات دوره بتخيب ودوره بتسيب. يعني احنا لازم نعترف بكده، ما نبينش نفسنا قدام المتابع ان احنا ما فيش منا، لا طبعا. المؤمن خطاء والحاجه دي فيها مكسب وخساره وفيها موت وحياه مهما تكوني عامله. يعني انا كانت انا دخلت لقيت بين الصندوقين دول فرخه ميته راسها متعلقه زي ما اكون مشنوقه. هل اني قصرت معاهم؟ هي موتتها. والتانيه مزنوقه هناك كده عند الحيط موتتها. وكل فرخه من دول تيجي 2 كيلو ونص وماتت. فالموت مش بان انت تحافظي على الحاجه، في ناس بتبقى راميه الحاجه كده كبره دماغها وسبحان الله بتنتج وربنا بيكرمها. وفي ناس بتبقى بصوا بقى عامله اللي عليها قاعده دكتوره كده لحاجتها، ونظافه ايه واكل ايه وشرب ايه واعشاب وخلطات، وسبحان الله الدوره بتخيب. يعني من عجب الحكمه بيقولوا من عجب مش عارفه ست الله يرحمها الف رحمه عليكي يا ست، من عجب الحكمه مات بالمرض. كانت دايما تقول ستي الف رحمه والنور تنزل عليها هي وجميع امواتنا واموات المسلمين جميعا، كانت تقول من عجب الحكمه مات من المرض. يعني لو انت خدتي في دماغك بقى كل حاجه هتعي وتموتي، سيبها على الله. اعملي اللي عليكي، يعني ما قصد المثل ده، اعملي اللي عليكي وسيبها على الله، ما تحطيش في دماغك. نضفي وعقمي وظبطي وسيبها على الله وانت ونصيبك. الموت مش بالاهمال ولا بالكلام ده. اه في ثانيه فرختين ماتوا مني، ما ولا اهمال ولا اسهالات ولا برد ولا قله ميه ولا قله علف، ومفيش بينه وبين الارض 10 سم على ارضيات بلاستيك كمان، ولا كوكسيديا ولا كوليستريديا ولا اي حاجه من دي. فاحنا بنتكلم الكلام ده في الفيديو ده ليه؟ لان احنا خلاص بننهي الدوره عشان رمضان كل سنه وانتم طيبين، وعلى وعسى حد يستفاد من كل كلمه انا بقولها. بس كده، صلوا على النبي. ونحط خميره فوريه في الميه ونزود العلف، نحط عليه سن فول للفراخ. اللهم صل عليك يا حبيبي يا رسول الله. طبعا شلنا علافه، خفينا الضغط شويه لاني خلاص بقى يعني الموضوع مش كبير، يعني الفراخ مش كتير، خفينا منها.
والسقايتين سيبناهم زي ما هما، حطينا على كل سقايه معلقتين خميره كبار. معلقتين خميره دول يا جماعه اللي هي الخميره السايبه دي بمقام الكيس، برضو الكيس فيه حوالي معلقتين خميره كبار، يعني هي حطينا معلقتين خميره فوريه في كل سقايه 4 رتل. وطبعا حطينا العلف على سن فول وقلبناه، وحطينا في الثلاث علافات. انا مهتميه اليومين دول علشان عايزه برضو الوزن ان شاء الله بامر الله. الناس برضو اللي تركز معايا في الكلام، عشان برضو الناس اللي داخله القناه جديد، اللي انا سايباهم دول يعتبر موازين مش تقيله بالنسبه لي، انا تقيله بالنسبه لكم انتوا تقيله. يعني بقول لكم 2700 2800 2900 مش خفيفه. ليه ايه يا ام مصطفى كده؟ مش بس بالنسبه لي انا خفيفه. ليه بقى؟ اللي جمد قلبي ان انا عندي علف، يعني اللي جمد قلبي ان انا عايزه برضو الكب بيشيل في يعني بيشيل تقله في الصدور. وكمان الشهر الكريم اللي داخل علينا عايزه بدل ما اجيب فرخه اجيب نص، فهمتوني؟ وفي نفس الوقت عندي علف، وفي نفس الوقت عندي سن فول، في نفس الوقت عندي شويه عسل، عن شويه خميره، عايزه اخلص الموضوع ده كله. فانا قلت لا اقعدهم، لو الفرخه جت 3 وربع 3 ونص يبقى 100 كده، يبقى مني برضو انا ما سبتش، لان ما عنديش حاجه تاكل العلف الصافي ده. طبعا انا عندي البط وعامله له خلطه وما فيش هينفع ياكلوا علف صافي. وعندي برضو مشكله في البط ال5 بطات البيور الفرنساوي برضو هدوغ بيهم يا جماعه، مش عارفه اذبحهم واوديهم فين. عرفتوا بقى؟ جينا في ازمه اهو. حلاوه البط بقى المسكوف الخليط او المسكوف الصافي او البلد السوداني بتاعنا، ان انت بتجيبي بالطلب، عايزه بطه بتذبحيها، عايزه دكر بط بتذبحيه بالطلب. لكن البيور الفرنساوي، البكين الفرنساوي، المولر اللي هو البغال، الحاجات دي كلها لها مده لازم تذبحيها فيها. انا بقى دلوقتي لازم انا لو سبتهم الخمس بطات دول هيفرغوا، فلازم اذبحهم. فربنا المستعان بقى، ربنا المستعان وربنا ييسرها. هما كده اللي انا اللي انا في دماغي، يعني مثلا نقولوا الدرجين اللي فاضلين هنلم فيهم 15 فرخه. لو احنا ايه هنجيبهم الفرخه نصين في الاكياس، هنلم الدنيا برضو. هيبقى فاضل ال5 دكوره بط، وهيبقى فاضل مثلا عايزه اعمل مثلا قد 30 كيلو طماطم اعملهم صلصه. فمش عارفه بقى. والفريزر بتاع التلاجة العاديه هيبقى التلاجة اللي جنب الديب فريزر انا وريتهولكوا دي هيفضى. هنزل اللي فيه تحت في التلاجة اللي تحت هيفضى. معقوله ده ياخد 5 دكوره بط ولا ياخد صلصه؟ ممكن ياخد ال5 دكوره بط بالعافيه، لكن صلصه لا ما اظنش. فربنا المستعان بقى. يعني بسم الله ما شاء الله عندي تلاجتين وديب فريزر، هعمل ايه تاني؟ فربنا المستعان. ده بقى اللي احنا بنقول عليه. لو كنا جايبين كميه بيور دلوقتي كنا دخنا بيها، او مولر كنا دخنا بيه. لازم كل دي يتخزن، عشان لو سبتيه بيفرغ بعد ما بيشيل وزن بينزل تاني. لازم له مده بتذبحي فيها. وبرده زي الفراخ البيضه، ما هي لها مده بتذبحي اخرها 40 يوم 45 يوم وتذبحي. زياده عن كده عظمها بتكبر في السن، ويعني عايزه اقول لكم ان بتاخد سوا في نفس الوقت، ما بتبقاش مسكره زي في اوانها بصراحه يعني. ماشي، يلا يا حبايبي، دي الفيديو بتاعنا كان النهارده. يا رب يكون عجبكم ونال رضاكم. بالله عليكم اللي شاهد الفيديو ما تنسوناش في اللايك والاشتراك، فعل الجرس على الكل عشان يوصل له كل جديد. اشوفكم على خير واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.